والله يسعد أوقاتكم صبايا، صباحكم أو مساكم، ما بعرف بأي وقت رح تشوفوا الفيديو. إن شاء الله تكونوا بألف خير، ورجعت لكم بفيديو جديد وروتين جديد. قبل ما نبلش خلونا نصلي على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وخلوني رحب كمان بالصبايا الجدد اللي فاتوا جديد على القناة. اللهم صل على النبي. كل فيديو عم نزله عم يجيني مشتركين جداد، الحمد لله رب العالمين، وألف حمد وشكر إلك يا رب. صبايا ما بقي كتير لحتى نوصل لل1000 مشترك، شدوا الهمة. اليوم مثل ما كنتم شايفين هيك صار لي فترة متكناية على تعزيزة البراد. عن جد كتير عم اكره اني اشتغل فيه، وصاير انه كيف بدي الكم برادي قديم شوي وصغير، يعني مو بس قديم، قديم وصغير. الله وكيلكم وقت بدي طبق فيه الاكل بحطهم فوق بعضهم. المشكلة انه مطبخي صغير، يعني هذا برادي حطيته بالمطبخ وبالشاطر، يعني مين ما يجي لعندي بيقول لي شيلي البراد حطيه بالغرفة، شيلي البراد حطيه بالصالون. ما في محل تفوتي، ما في محل تقعدي، ما في محل انك يعني مطبخي يعني تنتين ما بيوسع فيه على قد ما انه ضيق. فاليوم قررت اني هيك حط حطه هيك، حطيته براسي وقلت بدي افركه فركة منيحة. الله وكيلكن، يعني هو كيف بدي اقولكن مو قصة وسخ بس صدى، يعني كتير مصدي، عرفتوا علي؟ و يعني قد ما عم ننظف فيه شفتوا الصدى ما بيروح، بضل يعني بضل مبين الصدى. فقمت اليوم من الصبح خلصت شغل البيت ونظفتن، والله ونظفت الغرف وزبطت كل شي، بس مو هيك حاسة انه في عندي شغل بالمطبخ، حاسة بيتي كلياته ما له نظيف. فما بعرف ليش هيك، انه بس الوحدة تحس انه مطبخها نظيف بتحس البيت كلياته نظيف، وبس حست انه مطبخها وسخ بتحس البيت كلياته وسخ. يعني بس انا عندي هذا الاحساس ولا حدا غيري عنده هذا الاحساس؟ ما بعرف، اكتبولي بالتعليقات. طلعت رفوف المطبخ كلياتهم وليفته تلييف كله من جوا كلياته، هيك ليفته على المزبوط على المزبوط، وجبت لكم محارم هالمسح وبلشت فيه. هدول الرفوف طالعتن، اللي بدي ليفهم تلييف كمان ليفتن وزبطتن. والبراد من جوا انا ما بخله مواد تنظيف، يعني في بخاخات بتجي هيك مواد بخاخ. انا ما ببخ بشي، يعني مواد تنظيف ما ببخ بقلب البراد ابدا ابدا. ليش؟ لاني فيه اكل، يعني عم نحط فيه اكل، بخاف انه تعلق الريحة بقلب البراد حتى لو فتحت البراد. يعني خلص بقول على الليفة والسيفة وحاج، يعني هدول بكفوا عن جد، بيفوا بالغرض. ما بعرف إذا انتبهتوا، أنا صورت لكم إنه في رسمات محطوطات على البراد. هذا ابني عامل لي باب البراد معرض لرسماته. الله يخلي لكم ولادكم يا رب. شو من رسم رسمة بجيبها الصمغ، بيلزق على البراد وبيلزقها الرسمة، وتعشي لي وراه بقى ومسحي. هون مثل ما كنتم شايفين ليفت الرفوف على المزبوط. وأنا يعني اليوم إيش صاير لي ما بعرف، إيدي بالتطبيش، يعني صار لي زمان ما كسرت غرض في بيتي، فاليوم ما بعرف ليش هيك. الله وكيكم كيف ما اتحرك اكسر شغلة. انكسر معي الرف تبع باب البراد، هدوليك الازاز، ما لون ازاز هن، بس يعني بينكسروا. الله وكيكم ما بعرف شو هن، ميلانين، ميلامين، نايلو. المهم انكسر الرف، وخايفة هلأ حطه بالبراد يقوم ما يزبط معي، أو مثلا يخرب الرف كله على بعضه، وقع لأني من المرمرة على الأرض. هون بعد ما جليتن ونظفتن على المزبوط قلت بدي نشفن، لأني عندي شغل خير الله اليوم بدي أخلصه، فقلت بدي نشفن وحطهم فورا بقلب البراد. أعطوني رأيكم، ليكوا الصدى من تحت ما كان يروح وما راح يروح. طلعوا هذا الرف اللي قلت لكم انكسر، الحمد لله رجع يعني زبط محله نظامي. حطيت له البراد هدول القراتي، يعني عن جد لمسة من الوحدة. يعني حتى لو مثلا هلا أنا برادي قديم، لو أنا مثلا مليفة بس الرفوف ومرجعتهم محلهم، يعني ولا كأني رح أحس حالي إني منظفة البراد. حبيت إني أحط لهم هدول القراتي للرفوف، إنه منه تغيير شكل ومنه عن جد أعطاه جمالية للبراد، ما بعرف ليش.
ولسه في عندي كمان شغلات هيك مثل العصافير رح الزقهم على على الفريزة تبعت البراد، بس مو هلا، قلت هلا بدي اخلص الزيتون قبل ما انسى، وبعدين رح الزقهم وورجيكم اياهم. هون هذا الزيتون انا صار لي عم حليه تقريبا شي اسبوع يومين. كان لازم انا من يومين من ايام العطلة، يعني من يوم الاحد انا لازم عاملته محليته متبلته. بس والله ما بقى يصير لي. فقلت انه هلا خلص بس خلصت البراد راح ارجع، يعني راح تبله. هون فرمت له الجزر. في عندي محل، انا عندي ليمون بالبيت بس قشره مر، خفت اني احط له من هذا الليمون يقوم يمر من الزيتون، فقلت بلا ليمون. وهيك نحن الليمون بقلب الزيتون ما بناكله، بناكل الجزر اكتر. فكترت له حمض، حطيت له تقريبا ليك شفتوا هذا الجام اللي انا حطيته، حطيت له معلقتين او 3 معالق ملح جبولي، والله ما عاد اتذكر، او ملح خشن، نفس الشي يعني نفس الاسم. وحطيت له معلقة ملح ليمون وجزر، وهلا راح احط له كمان زعتر اخضر، واتركهم للمساء ارجع اعبيهم بالجام. وهون اجى جوزي عمل كاستين شاي اخضر، قلت بقعد بتسلى شوي معه بريح يعني. والله لا يرويكم هون شو صار فيني وقت سحبت غطا الفرن، ونسياني انه حتى انا صفت البيض فوق، وقعوا البيضات، اتطبشوا تطبيش. يعني عن جد عن جد بعد ما هيك فرحانة على تنظيف البراد وحوالي البراد وما بعرف ايش وزبطت وخلصت تنظيف، وبالاخير انكسر البيض. يعني لو مكسور زيت اهون من البيض. ما بعرف ايش صار لي، والله ايش صاير لي اليوم ما بعرف. يعني كسرت رف البراد، كسرت صحن، وقعت وقع هذا تبع التوم من فوق من على المرمرة لتحت، ومع انه دف كمان انكسر. وهي صفة البيض راح. ما بعرف يعني هلا بكرة بدي ارجع انا اعيد تنظيف المطبخ من اول وجديد. الله وكيلكم مين ما يفوت على المطبخ لو في ريحة زنخة. لسه في ريحة زنخة لك قولوا لي والله ما في ريحة زنخة. بس خلص يعني تاني يوم علي تنظيف للمطبخ على المزبوط، بس بسبب انه انكسر البيض. سبحان الله يعني، بحس تنظيف كل شي هوين إلا تنظيف البيض. المهم هون أنا بعد ما خلصت، يعني بعد ما شلت بعد ما خلصت الشغل اللي طلع لي من ورا صفط هالبيض هاد، قمت بلشت بالطبخة. مثل ما لكم شايفين يا حذركم شو اليوم بدي ساوي أكل. بما إنه عندي خضرة وهي البرغل، فشو الأكلة يا حذركم؟ بدي ساوي تبلة. مو تبولة، تبلة. تبولة بيجي البرغل كتير قليل فيها، أما التبلة آه البرغل أكتر من الخضرة. يعني هي مرس، يعني هي فرق. أولي كانوا، هلا مو قصة أولي، قبل كنا ناكل التبلة، هي المرس اللي عم أحكي عليها هلا اللي أنا اليوم بدي ساويها، أكتر من التبولة. هلا طالعة موضة التبولة إنه بس خضرة وبرش عليها البرغل رش. اليوم أنا بدي ساوي التبلة المرس. وكمان نسيت لكم، في كمان عند أهلي قبل كانت أمي شو وقت تعمل تبلة المرس شو كانت تساوي جنبها؟ يا ورق عنب إنه تسلقه وناكله مع التبلة، يا إما ورق الملفوف. قولولي لشوف كنتوا تاكلوا هيك مع التبلة ولا ما كنتوا تاكلوا، ولا بس نحن جايين من الفضاء؟ ردولي خبر، اكتبولي بالتعليقات مين كان ياكل ملفوف مسلوق أو ورق عنب جنب التبلة المرس. ها المرس عم أحكي ما كان بالطويلة. ركبت شوربة العدس أو مخلوطة، أو كمان بنقلها مصفرة. شوربة العدس اللي بتيجي حامضة بنقلها مصفرة، واللي ما أنا حامضة بنقول عليها مخلوطة. وبالنهاية كلهم على بعضهم اسمها شوربة عدس. قولوا قولولي لشوف بس أنا جاية من الفضاء وعندي هالأسماء، ولا أنتوا كمان شو بتقولوا لشوربة العدس؟ نفس الأسماء ولا غير شي؟ مثل ما لكم شايفين هون أنا ورجيتكم كيف، هلأ عم ورجيكم كيف يعني تبلة مرس. هيك مرس يعني بدنا نفرك البرغل فرك لحتى نحسه دبق على بعضه. بعدين حطيت له الزيت، حطيت فوق الخضرة، حطيت الزيت. هلا بدي افركهم كلهم مع بعضهم و... وبس هيك. وشفتوا المقادير على يعني على الفيديو، وانا رح ارجع اكتب لكم المقادير بصندوق الوصف
يلي بتحب أو عجبتها الطبخة تاخد المقادير من صندوق الوصف. الله وكيلكن على قد ما لعيت وحكيت نسيت ما قلتلكن المقادير. وكمان قليت خبز جنب شوربة العدس، وهي الملفوف المسلوق كمان اليوم حبيت جربه لعيلتي لأشوف بدن ياكلوه رح يحبوه والّا ما رح يحبوها هالأكلة. ما حبوها بس أنا أكلتها. المهم أكلت منها هيك كم لقمة والباقي صمتّن مخلّل، عملتن مخلّل، بس والله طيبة. وهي نهاية الفيديو، إن شاء الله يكون نال إعجابكم.